السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ النهارده ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم. النهارده بإذن الله عندنا الدرس الثاني ثاني اعدادي، الفترات والعمليات عليها. بسم الله. قبل ما نبدأ الدرس الفترات والعمليات عليها، احنا المفروض درسنا قبل كده ازاي نقدر نعبر عن المجموعات الجزئية من مجموعات الأعداد الطبيعية، والعكس، والطبيعية والمجموعات الجزئية من مجموعات الأعداد الصحيحة. الكلام ده عشان نفهمه احنا محتاجين ناخد مثال. كل ده أنا بفكرك بحاجة قبل كده. تمام. لو جيت اديتك مثال قلت لك إذا كانت x هي مجموعة أعداد صحيحة أكبر من أو تساوي -3، بقول لك إن x مجموعة أعداد، خلي بالك أنا قلت لك مجموعة أعداد صحيحة. تمام. وقلت لك هي أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من -2. قلت لك أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من كام؟ قلت لك وأصغر من 2. تمام. إيه اللي إحنا عايزين؟ يعني إيه كلمة إن أنا أعبر عن مجموعة الأعداد الجزئية من مجموعة أعداد طبيعية والجزئية من صحيحة؟ يعني إيه؟ إن أنا عايزك تكتب لي الكلام دوت فيه، أو تعبر لي عن المجموعة اللي هي إكس بطريقة الصفة المميزة، بطريقة السرد، وهكذا، أو تمثلها بخط الأعداد. الحاجات دي المفروض إحنا خدناها، بس طبعا مش هينفع نبدأ الدرس غير لما نتذكر. تمام. فأول حاجة عندنا الصفة المميزة. يعني إيه؟ أقدر أعبر إزاي عن مجموعة الأعداد الصحيحة واديتك مثلا مجموعة إكس، عايز أقول لك اكتبها لي بطريقة الصفة المميزة. نكتبها إزاي؟ يبقى شكلها كده، هو بقول إكس بتساوي، طبعا إحنا هنعملها بصورة مجموعة. تمام. إني بعبر عن مجموعة، بقول مثلا وليكن A، أي رمز A، حيث A تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة. أنا ليه كتبت مجموعة الأعداد الصحيحة؟ عشان هو قال لي، أنا مديك مثال وبقول لك إن إكس هي مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من أو تساوي 3 وأصغر من 2. تمام. فقلت لك إحنا دلوقتي بنكتبها بطريقة الصفة المميزة. قلت لك إن إكس بتساوي، وافترضنا رمز اللي هو ال A، قلت لك A حيث ال A ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة. تمام. وأنا قلت لك إن السال هي أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من 2، يبقى بكتب كده أهو، بكتب الرمز A. إحنا قلنا إيه؟ أكبر من أو يساوي، يعني إيه هي اللي أكبر من أو يساوي -3 وأصغر من كام؟ من الاتنين. ديت بسميها طريقة الصفة المميزة. يبقى ديت طريقة الصفة المميزة. يبقى طريقة الصفة المميزة دي شكلها. تمام. عندي بعد كده حاجة اسمها طريقة السرد. يبقى عندي تاني حاجة طريقة السرد. ازاي بكتب طريقة السرد؟ بتبقى ارقام. يعني احنا كتبنا الصفة المميزة بتبقى رموز وقلت تنتمي لايه وكده. تمام. اما طريقة السرد تعتبر اكنك بتسرد الارقام، بتحط الارقام. تمام. فتعالى نعملها برضه اقواس مجموعة. واحنا قلنا هنا اكبر من او تساوي -3 وأصغر من 2. يعني -3 معايا، يعني كلمة أو تساوي معناها إن -3 معايا. لو هنا أكبر من 2 فأصغر من 2، فعرفت إن الاتنين مش معايا. عارف لو كان قال أو تساوي كنت أقول لك الاتنين معانا. فلما أجي أكتبها بطريقة السرد بقول -3 -2 -1 0 1. دي كده اسمها طريقة السرد. يبقى ديت طريقة السرد، لكني بسرد الارقام، برص الارقام، فدي اسمها طريقه السرد. شوف انا بقى -3 -2 -1 0 1 عشان قال لي اكبر من او تساوي -2. لو ما كانش قالها ما كنتش كتبت.
-3. تالت حاجة عندنا إن إحنا نعبّر عن الحاجات ديّة خط الأعداد. أنا والله باجي أقوم مثلًا راسم خط الأعداد بتاعي بالشكل ده، تمام، ده خط الأعداد زي الفل، وأبدأ أمثّل عليه أو أحُط الحاجات اللي أنا هاعملها، اللي هي المجموعة اللي مدّيهاني. فهنا مثلًا مجموعة الأعداد الصحيحة وقال لي أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من 2، تمام. طبعًا هابدأ أكتب الأرقام مثلًا تحت، هاكتب -4 -3 -2 -1 0 1 2. تمام. أنا عندي هنا من -3 لحد ال1. ليه من -3 ل1؟ عشان قُلت لك أو يساوي. هنا الإيه أصغر من 2، أصغر من 2 اللي هو كام؟ 1. يبقى أنا عندي هاقف عند ال1. لو كان قال أو يساوي 2 كنت حطيت دايرة عند الاتنين. فأنا بالمعنى دوّة المشترك معايا مين؟ المشترك معايا -3 -2 -1 والزيرو وال1. دُولة المشتركين معايا. أمّا الباقي لو كان قال أصغر من أو يساوي 2 كنت حطيت دايرة على الاتنين، بس ما قالش. يبقى إحنا عندنا هنا عندي 3 طرق أقدر أعبّر بيهم أو أكتب مجموعة أعداد صحيحة بالطرق دي. أول حاجة عندي طريقة السرد، طريقة الصفة المميزة، وبعد كده طريقة السرد، وبعد كده أقدر أمثّلها في خط الأعداد. تعالَ كمان أمّا أقول لك حاجة، لو اديتك مثلًا مثال كمان وقُلت لك إن الY هي مجموعة أعداد حقيقية، تمام. قُلت لك إن Y مجموعة أعداد حقيقية، وقُلت لك أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من الاتنين. قُلت لك أنا عايزك تكتبها لي في طريقة السرد والصفة المميزة وخط الأعداد، تمثّلها لي على خط الأعداد. تمام. أنا ليه قُلت لك المثال ده؟ ما حد يقول لي خلاص طب سهلة أمثّل، لأ، خلّي بالك هنا أكيد في فكرة أو في حاجة. تعالَ أول حاجة نعملها بطريقة الصفة المميزة. إحنا عرفنا طريقة الصفة المميزة، مثلًا هو مدّينا بالرمز الY، فأقول له مثلًا الY بتساوي قوسين بتوع المجموعة بتوعي أكتبهم الأول، أقول إن إيه أو الآ حيث تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. إحنا بنتكلم عن الحقيقية، إحنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الصحيح فحطينا الزد. هنا مجموعة الأعداد الحقيقية، تمام. وقال لي إن هي أكبر من أو تساوي -3، تمام أهوّة. أكبر من، مين اللي أكبر؟ هي الA أكبر من أو تساوي -3 وأصغر من كام؟ من الاتنين، تمام. دي طريقة الصفة المميزة. لما تيجي نكتبها بطريقة السرد، والله لو جيت أكتبها بطريقة السرد أنا مش هاعرف أكتبها بطريقة السرد. ليه مش هاعرف أكتبها بطريقة السرد؟ لأن طريقة السرد إحنا عارفين مثلًا لو كان ما قالش أعداد حقيقية وقال مثلًا صحيحة زي اللي خدناها، هاكتب والله عادي -3 -2 وهكذا. هنا في مجموعة الأعداد الحقيقية بين -3 وال-2 في النص هنا في أعداد كبيرة جدًا، أعداد كبيرة جدًا، فمن المستحيل إن أنا أقدر أكتبها في طريقة السرد. وكذلك طالما أنا ما عرفتش أكتبها في طريقة السرد، فبالتالي مش هاعرف أكتبها في خط أعداد أو أمثلها على خط الأعداد، لأن نفس الحوار لو نفترض إن ده خط أعداد أكتب هنا -3، هنا في أرقام كتير 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 جدًا عشان أرجع أكتب -2. فمن المستحيل إن في الأعداد الحقيقية إن أنا أقدر أمثلها على طريقة السرد أو خط الأعداد، بس يمكن أمثلها بطريقة الصفة المميزة. وبالتالي الوقت نقدر ندخل على الدرس ونعرف إيه هي الفترات. بعد كده عندنا الفترات، عندنا حاجة اسمها أنواع الفترات، تمام. والله أنواع الفترات أنا عندي حاجتين. أول حاجة الفترات المحدودة، عندنا الفترات المحدودة، وعندنا حاجة اسمها الفترات الغير محدودة، تمام. قال لي الفترات المحدودة أنا عندي منها 3 أنواع. الفترات المحدودة عندي منها 3 أنواع. أول حاجة فترة مغلقة،
تمام. وعندي فترة مفتوحة. تمام. وعندي الأخيرة نصف مغلقة أو نصف مفتوحة. تمام. يبقى أنا عندي الفترات المحدودة مغلقة، مفتوحة، نصف مغلقة، أو نصف مفتوحة. أما الفترات غير المحددة دي بتبقى سهلة بسيطة، يعني ما فيهاش عناصر ولا حاجة ومتقسمة لحاجة. تمام. نعرف شكل الفترات. شكل الفترة المغلقة بيكون بالشكل ده، وليكن مثلا نكتب أي أرقام. ده بيبقى شكل الفترة المغلقة. بيبقى الأقواس بتوع الفترات بيبصوا لجوه، يبصوا للأرقام، تبقى مغلقة. أما الفترة المفتوحة تبقى بالشكل ده، لكنهم ما بيبصوش للأرقام، فدي فترة مفتوحة. أما الفترة نصف مغلقة أو النصف المفتوحة بيبقى بالشكل ده، ممكن تبقى بالشكل ده أو بالشكل ده. يبقى ده المقصود بنصف مغلقة أو نصف مفتوحة. تمام. إحنا دلوقتي هنمسك فترة فترة ونتكلم عنها شوية. فأول حاجة هنبدأ بيها وهي الفترة المغلقة، ونتكلم عن الفترة المغلقة. مثلا عشان نتكلم ناخد مثال عشان نفهم الدنيا. قلت لك مثلا الفترة المغلقة، قلت لك إن في مجموعة أعداد حقيقية. تمام. مجموعة أعداد حقيقية، وقلت لك تتكون من العددين -3 وكام و2. وقلت لك إن جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بينهم، يعني -2 وسالب 3 والاتنين معا. يعني مثال قلت لك مثلا إن إكس تنتمي مجموعة أعداد حقيقية وأكبر من أو تساوي 3 وأصغر من أو تساوي الاتنين. تمام. فتعالى نعملها بطريقة الصفة المميزة. هاجي أقول له والله إن إكس، حيث إكس تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. النقطتين دوت يعني حيث تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. قمت قايل لك إن -3، وتعالى عشان نفهمها أكتر نكتب هنا الرمز بتاعنا إكس. أنا بقول لك إن الإكس أكبر من أو يساوي -3 وأصغر من أو يساوي الاتنين. بالمثال حتى، يعني هو هيديها لك يقول لك أكبر من أو يساوي -3 وأصغر من أو يساوي الاتنين. أكبر من يعني الإكس هي أكبر، فبقول لك أكبر من أو يساوي -3، طبعا هي الإكس، وأصغر من أو يساوي الاتنين. طبعا الشرطة اللي تحت معناها أو يساوي كام؟ الاتنين. تمام. يبقى أنا كده دلوقتي مثلتها بطريقة الصفة المميزة. تمام. تعالى بقى نعبر عنها، أو نعبر عن الفترات ديت ونمثلها على خط الأعداد. والله هنيجي نرسم خط الأعداد بتاعنا بالمنظر دوت. تمام. ونبدأ نمثل عليه. تمام. هو قال لي -3 وكام و2. تمام. علشان امثلها على خط الاعداد او اكتب الفترات بقى، يعني هيجيك يقول لك مثل لي الفتره على خط الاعداد ويديك فتره. والله بص، انا هعمل هنا دايره وهعمل هنا دايره. تمام. تمام. اظللها ولا اسيبها مفتوحه؟ خلي بالك، لو قلت لك هنا او يساوي، معنى كلمه او يساوي يعني ظللها، وهنا برضو او يساوي يعني ظللها، وطبعا والخط ما بينهم. يبقى امتى اظلل الدايره وامتى ما اظللهاش؟ والله اظلل الدايره لو قال او يساوي. طب لو ما قالش او يساوي ما اظللش الدايره، وساعتها الفتره بتاعتي تبقى -3 و2 والفتره مغلقه. معنى الفتره مغلقه ان الدايره متظلله. يعني لو جيت مثلا، هناخد طبعا دلوقتي الفتره المفتوحه وهتفهم اكتر، بس اللي عايز افهمه لك ان امتى اقول الفتره مغلقه بظلل الدايره، وامتى اظلل الدايره لما يقول لي او يساوي. يبقى تمام. يبقى الفتره لما تكون مغلقه، امتى اعرف ان هي مغلقه؟ معناها ان هي الفتره متظلله، ومعناها ان هي او تساوي. تمام. عايزك برضو تلاحظ حاجه، ان في الفترات بكتب العدد الصغير الاول وبعد كده الكبير. يبقى في الفترات بنكتب العدد الصغير الاول وبعد كده الكبير. تمام. ومعنى ان الفترات مغلقه ده معناه ايه؟
معنى إن -3 بتنتمي للفترة بين -3 و2، وده معناها إن الاتنين بتنتمي للفترة -3 و2. يبقى معنى كده طالما الفترات مقفولة معناها إن -3 تنتمي للفترة دي، أو مجموعة الخط ده بتنتمي -3 و2، والاتنين كذلك بتنتمي لفترة -3 و2. تعال بقى نعرف إيه هي الفترة المفتوحة. بعد كده عندنا حاجة اسمها هي الفترة المفتوحة. الفترة المفتوحة طبعا كل حاجة نشرحها بمثال، فقلت لك نفس المثال برضو، وقلت لك ان في مجموعه اعداد تنتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه، تمام. بس المره اللي فاتت كنت بقول لك اكبر من او يساوي -3 واصغر من او يساوي الاثنين. لا، بقول لك المره دي اكبر من -3 واصغر من كام؟ من الاثنين. اكتبها لي بقى بصيغه الصفه المميزه ومثلها لي على خط الاعداد. تمام. تعالى اول حاجه نكتبها بطريقه الصفه المميزه، احنا خلاص بقينا عارفينها، على طول قوس المجموع واي رمز بيدولك. يبقى اكس مثلا، اكس بحيث اكس تنتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه. تمام. وادي الرمز بتاعنا اكس اهو، بقول لك اصغر من -3. تمام. قصدي معلش اكبر من -3، الاكس اكبر من -3 واصغر من كام؟ من الاثنين. يبقى انا وقت كده كتبتها له بصفه او بصوره او عبرت عنها بصفه المميزه. تمام. تعالى بقى مثلها لي على خط الاعداد. امثلها لك على خط الاعداد، ادي خط الاعداد اهو. هنا -3 وهنا الاثنين. تمام. حد بقى يقول لي اظلل الدايره ولا لا؟ طبعا لا. ليه لا؟ علشان ما قاليش او يساوي. لو كان هنا في اي او يساوي، يعني ايه معنى كلمه او يساوي؟ معنى كلمه او يساوي ان هي -3 معانا مشتركه معانا في الكلام، بس طالما قال لي ما فيش كلمه او يساوي يبقى هي بره الموضوع، فانا مش هظللها. طب الاثنين برضو مش هظللها، ليه؟ ما قاليش او يساوي. وطبعا خط بينهم كده اهوت عادي. تمام. اكتبها لي بقى في صورة فترات. أنا خلاص حد مثلتها له على خط الأعداد، اكتبها لي بقى في صورة فترات. والله إحنا خلاص عرفنا. اكتبها له في صورة فترات مفتوحة. مفتوحة ليه؟ عشان إحنا قلنا مش متظللة. طب لو كانت متظللة هقفلها له، لا ده هي مش متظللة. يبقى -3 والاتنين معانا فترات مفتوحة، وإحنا قلنا بنكتب العدد الصغير الأول. معنى الكلام دوت إيه؟ معنى الكلام دوت إن -3 لا ينتمي للفترة المفتوحة بين -3 و2. تمام. والعكس برضه، إن الاتنين لا تنتمي للفترة المفتوحة من -3 وكام؟ والاتنين. تمام. يبقى احنا دلوقتي كده عرفنا ايه هي الفترة المغلقة، وعرفنا ايه هي الفترة المفتوحة. دلوقتي هنعرف ايه هي بقى الفترة النصف مغلقة والنصف مفتوحة. معانا دلوقتي الفترة النصف مغلقة أو النصف مفتوحة. طبعا دي مثال عشان نفهم، وليكن هو نفس المثال، وقلت لك ان في مجموعه اعداد حقيقيه. تمام. خلي بالك بقى هنا. قلت لك وان في ان -3 اكبر من او يساوي. تمام. يعني -3 اكبر من او يساوي واصغر من 2. خلي بالك ما تقولش اصغر من او يساوي الاثنين، فمعناها اصغر واصغر من الاثنين. تعالى نمشي واحده واحده، هناخد ده الاول ونكتبها بصيغه الصفه المميزه. تمام. خلاص احنا عرفنا نقول ان الاكس بحيث ان الاكس تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية زي الفل. ومعانا الرمز الاكس اهو، قال لك اكبر من او يساوي -3. قال او يساوي -3 واصغر من كام؟ من الاثنين. تمام. يبقى احنا كده اول حاجة مثلناها له في طريقة او عبرنا عنها بالصفة المميزة. تعالى بعد كده نمثلها له على خط الاعداد. ادي خط الاعداد بتاعنا اهو زي الفل. -3 و2. معانا -3 اهو والاتنين. تمام. -3 و2. -3
قال أو يساوي، فمعناها إن السالب 3 هنا هتتظلل. يعني نعمل دايرة عند السالب 3 ودايرة عند الاتنين ونشوف هيتظللوا ولا لأ. قال لي السالب 3 أكبر من أو يساوي الإكس أكبر من أو يساوي السالب 3، معناها كلمة أو يساوي يبقى هظللها زي الفل. طب والاتنين أصغر من 2، قال أصغر من أو يساوي 2، لو كان هنا فيه يساوي كنت ظللتها، بس هو أصلا مفيش، فمعنى كده إن أنا مش هظللها وادي الخط ما بينهم. تمام. اكتبها لي بقى في صورة يعني حطها لي في صورة فترات. تمام. أول حاجة عندنا السالب 3 متظللة، يعني الفترة مغلقة. تمام. يبقى سالب 3. طب والاتنين متظللة ولا لأ؟ لأ، يبقى ساعتها الفترة مفتوحة. ده معناها إيه بقى؟ معناها إن السالب 3 بينتمي، السالب 3 بتنتمي للفترة من سالب 3 و2، وإن الاتنين لا ينتمي للفترة بتاعة سالب 3 و2. ليه؟ لو كان القوس ده مغلق يبقى معاهم، بس هو كده مش معاهم. تمام. يبقى احنا كده يعتبر كأننا بنتكلم عن الفترة اللي هي نصف مغلقة، وطبعا العكس صحيح والعكس صحيح. بمعنى لو عكسنا هنا اهوت، لو عكسنا هنا وخليناها بدل اكبر من او يساوي 3، لا عكسنا وخلينا هناك العكس، خليناها واصغر من سالب 2، معناه ان انا هعكس الكلام ده كله. ازاي بقى؟ تعال نشوف. هنمثل خط الاعداد بتاعنا، وادي خط الاعداد اهو. تمام. عندنا سالب 3 و2 اهو، سالب 3 و2، وادي الدايره بتاعتي وادي الدايره بتاعتي. تمام. اشوف والله عندنا هنا السالب 3 هنا اكبر من ما فيش او يساوي، يبقى خلاص مش هظلل. هنا في يساوي يبقى هنا ظل كام؟ الاثنين. تمام. وادي الخط بتاعنا. حلو. اكتبها لي في صوره فترات. حلو. السالب 3 هنا متظلله ولا لا؟ لا، يبقى الفتره مفتوحه السالب 3. طب والاثنين متظلله، يبقى الاثنين الفتره بتاعتها مقفوله. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان السالب 3 لا تنتمي للفترة من سالب 3 ل 2، والعكس ان الاتنين تنتمي للفترة اللي هي ديت اللي هي من سالب 3 ل 2. ليه؟ علشان الاتنين مغلقة، فدي تنتمي للاتنين. بعد كده عندنا حاجة وهي الفترات الغير محدودة. تمام. احنا عشان نفهم الفترات ايه هي اصلا الفترات الغير محدودة، مثلا برضو كل حاجة بنفهمها بمثال واحنا عارفين كده. فلو جيت قلت لك ان في مجموعة اعداد حقيقية تتكون من العدد 2، يبقى في مجموعة أعداد حقيقية قلت لك إن هي بتتكون من العدد 2. تمام. وجميع الأعداد الحقيقية الأكبر منه بما لا نهاية. تمام. وفي أعداد الأكبر منه ما لا نهاية، يبقى الرمز ده ما لا نهاية. وقلتها لك اكتبها لي في صيغة الصفة المميزة. تمام. احنا خلاص عرفنا اما اجي اكتبها بالصفة المميزة بالشكل دوت، وبقول اكس حيث اكس تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. تمام. أنا قلت لك تتكون من العدد 2 وما لا نهاية، يعني الإكس مثلا طبعا هو ده مثال بيديهولك، يعني أنت ما بتكتبش الكلام ده، بتكتب الصفة المميزة، أما الكلام ده هو اللي بيديهولك. والإكس قلت لك مثلا أكبر من الاتنين. تمام. الإكس أكبر من الاتنين، وعشان نفهم نخليها أكبر من أو يساوي الاتنين، وهناخد برضو أكبر من الاتنين. تمام. يبقى انا كده اول حاجه عندي صح ان انا كتبتها له بطريقه الصفه المميزه. تمام. طب بعد كده ايه؟ بعد كده والله همسها على خط الاعداد والفترات عشان اجيب الفترات. تمام. معايا خط الاعداد بتاعي اهو. تمام. حلو. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكس اكبر من او يساوي الاثنين. تمام. وليفترض انا معايا الاثنين اهي مثلا. تمام. فهو بيقول لك ان مجموعه الاعداد الحقيقيه تتكون من العدد مثلا 2، أو بيقول لك إن مجموعة الأعداد الحقيقية التي تتكون من العدد 2 وجميع الأعداد الحقيقية الأكبر من الاثنين. الأكبر من الاثنين. أكبر من 2 بمشي كده ولا كده؟ ما هو الأكبر من الاثنين يعني كده 3،
4. طب لو كان قال أصغر كنا هنمشي في الاتجاه ده، لأن الاتنين بعدها قبلها 1 0 وهكذا، فالاتنين بعدها 3. هو بيقول لك الأكبر من 2 يبقى أنا همشي في الاتجاه دوت، والاتجاه دوت ما لا نهاية. طبعا الاتجاه اللي عكسه بيكون سالب ما لا نهاية. تمام. فأنا عندي دلوقتي بيقول لك تتكون من العدد الاتنين وأكبر منه، يبقى أنا همشي في الاتجاه ده. طب الاتنين هظللها ولا لأ؟ هظللها. طب أظللها ليه؟ عشان قال لي أو يساوي. لما تيجي نكتبها كده في صورة الفترة، لما اجي اكتبها في صورة الفترة تبقى عاملة ازاي؟ والله احنا اللي احنا قلنا عليه بيمشي عليه، بمعنى هنا الاتنين متظللة، يبقى الفترة مغلقة الاتنين. بص بقى يا عم الحاج، الما لا نهاية والسالب ما لا نهاية فترة مفتوحة، هي قاعدة ماشية إلى ما لا نهاية فترة مفتوحة، فأنت هتغلقها. أنت لو غلقتها يبقى أنت حددتها. هنا مش محددة، بقول لك إلى ما لا نهاية، فساعتها يبقى الما لا نهاية مالها مفتوحة. وده معناها إن الاتنين بتنتمي للفترة دي من 2 لما لا نهاية. تمام. يبقى أنا كده خدت المثال بتاع الفترة الغير محدودة ومثلناها بالشكل ده. وناخد مثال عشان نفهم. بيقول لك اكتب كل من المجموعات الآتية على صورة فترات ثم مثلها على خط الأعداد. تمام. احنا ممكن نكتب الفترة الأول، هو عايز الفترة الأول عادي، مش تفرق الفترة أو الخط الأول، مش هيفرق، بس تعال نجيبها بالفترات الأول. والله أنا عندي التلاتة أهو والصفر. تمام. السالب 3 والصفر، ركز معايا، سالب 3 والصفر. وعشان كده اصلا انا لاحظت ليه قلت سالب 3، لان احنا قلنا دايما في الفترات بنكتب الصغير الاول، المفروض لو بنكتب الصغير الاول يبقى الصفر. لا، يبقى كده احنا صح، يبقى احنا كده المفروض سالب 3. تمام. والله اجي ابص انا هعمل الفتره مغلقه ولا مفتوحه ولا مفتوحه. هنا قال لي او يساوي، لا، فده معناها ان الفتره مفتوحه. والصفر قال لك او يساوي الصفر، فده معناها ان الفتره مغلقه. تمام. يبقى انا كده جبت له صوره الفترات. تعال نمثلها على خط الاعداد. ادي خط الاعداد بتاعنا بالمنظر ده. تمام. عند الصفر اهوت، وعند السالب 3. هل اظلل السالب 3؟ لا، ما اظللهاش. ليه؟ لانها مفتوحه وما قاليش او يساوي، هيبقى معايا بالمنظر ده مفتوح. طب الصفر اظلله؟ اظلله. اظلله ليه؟ لان الفتره مغلوقه وقال لي او يساوي، وادي خط ما بينهم. ناخد مثال كمان. بعد كده عندنا مثال تاني، بيقول لك ان الايه بتساوي، ومدينا المجموعه ديت. بيقول لك ان الايه حيث الايه تنتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه، وان الايه اكبر من الصفر. بيقول لك والله اكتب لي الفترات ومثلها لي على خط الاعداد. اولا دي فتره غير محدوده. فتره غير محدوده ليه؟ بص لك حاجه، الفترات المحدوده بتبقى بين رقمين، يعني هو بيديك رقم وبيديك رقم. تمام. وايا كان الرمز اللي في النص، وايا كان ما علينا مش تفرق. تمام. فهنا تبقى فترات محدوده، اللي بيحددها لي مثلا بيقول لي مثلا من 3 ل 4، من 3 لسالب 1. دي الفترات المحدوده. اما الفترات الغير محدوده زي بالمنظر ده، مبقاش في رقم تاني وبيبقى المنظر ده، مثلا هنا بما لا نهايه لسالب ما لا نهايه، فدي المقصود بالفترات الغير محدوده عشان تبقى واخد بالك. تمام. تعال نمثلها له على خط الاعداد. والله بص، انت واحد بتجهز خط الاعداد بتاعك اهوت الاول. هنا صفر، واحد، اتنين، واحد، سالب واحد، وسالب اتنين. تمام. بعد كده ابدا ابص، بيقول لي ان الايه اكبر من الصفر. الايه اكبر من الصفر، يعني واحد، اتنين، تلاته، اربعه، وهكذا. يبقى انا همشي ازاي؟ همشي كده. تمام. والله عند الصفر وعملت الدايره بتاعتي. قال لي او يساوي، لا، يبقى انا بالتالي مش هظللها. وقال لي ان الايه اكبر من الصفر، يبقى انا همشي في الاتجاه دوت. ومعنى ان همشي في الاتجاه ده يعني همشي لما لا نهايه. يبقى الفتره بتاعتي تبقى عامله ازاي؟ تبقى بالمنظر ده، الصفر مفتوح والما لا نهايه برضه فتره مفتوحه. يبقى انا كده جبت له الفتره ومثلتها له على خط الاعداد. طب تعالى، لو جيت قلت لك نفس المثال دوت، تمام، وقمت قايل لك ان الايه اصغر من الصفر. ان الايه اصغر من الصفر، يبقى بالتالي انا همشي ازاي؟ همشي عكس الاتجاه. يبقى انا همشي الاتجاه دوت، طالما قال لي ان الايه اصغر من الصفر. اصغر من الصفر يعني سالب واحد، سالب اتنين. ولو مشيت في عكس الاتجاه يعني همشي بالسالب ما لا نهايه. يبقى بالتالي الفتره بتاعتي هتكون من ايه؟ هتكون من
صفر لحد سالب ما لا نهاية. في تعديل بسيط عايزين نفهمه هنا. لما قلت لك لو قال أصغر من، فأصغر من هنمشي الجنب ده، تمام. لو مشينا الجنب دوت فبالمنظر ده مش هيبقى الفترة بتاعتنا بالشكل ده، الفترة هتبقى من سالب ما لا نهاية للصفر. وطبعا الفترات مفتوحة، مفتوح هنا الصفر مفتوحة ليه؟ عشان ما ظللتهاش. فيبقى هنا عندنا لما يجي يقول لك أصغر من، قال لك إن الإيه أصغر من الصفر، بقى المنظر بتاعنا الفترة بتاعتنا بنكتب السالب ما لا نهاية الأول. طب لو كان قال أكبر من، لو أكبر من بنكتب العدد الأول وبعد كده الما لا نهاية، الأصغر من بنكتب السالب ما لا نهاية والرقم اللي عنده الفترة. بعد كده عندنا ننتقل لجزء جديد وهو العمليات على الفترات. يعني ايه الفترات؟ قال لي هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني الفترات دي هي جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية، واحنا عارفين ان الأعداد الحقيقية بتشمل كل الأعداد الطبيعية والصحيحة اللي خدناها في الدرس اللي فات، تمام. فقال لي طالما ان الفترات هي مجموعات جزئية من مجموعات الأعداد الحقيقية، فبالتالي أنا أقدر استخدمها او اقدر ادخلها في حكايه التقاطع، الاتحاد والتقاطع والفرق. يعني انا اقدر ساعتها استخدمها واجري عليها عمليات التقاطع والاتحاد والفرق، تمام. فتعالى نفتكر مع بعض. مثلا لو جيت قلت لك نفتكر مع بعض الاتحاد والتقاطع والفرق. مثلا لو جيت قلت لك معانا مجموعه اكس، تمام. قلت لك ان مجموعه الاكس فيها 1 2 3 تمام 4، واديتك كمان مجموعه واي، قلت لك إن مجموعة الواي ديت بتتكون من 3 4 5 6، 3 4 5 6، تمام. والله جيت بقى قلت لك تعالى نفتكر بقى مع بعض، وقلت لك هات لي اكس تقاطع واي. يعني ايه اكس تقاطع واي؟ يعني العناصر المشتركة بين اكس وبين واي. طب ايه هي العناصر المشتركة بين اكس وواي؟ والله لو جيتها بصيت هنا التلاتة تلاتة 4 4، يبقى ساعتها العناصر المشتركة بين اكس وواي 3 وكام و4. يبقى ده المقصود باكس تقاطع واي، العناصر المشتركة. طب لو جيت قلت لك هات لي اكس اتحاد الواي، اكس اتحاد الواي يعني العناصر الموجودة في اكس او الموجودة في واي. يعني من الاخر باخد كله بس ما بكررش. بمعنى اهو هكتب 1 2 3 4 كده كتبت اكس. لما اكتب واي ما اكتبش 3 4 تاني، خلاص ما بتكررش، يبقى 5 6. يبقى انا كده جبت لك اكس اتحاد واي. اكس اتحاد واي باخد كله وما بكررش. اما اكس تقاطع واي العناصر المشتركه بين اكس والعناصر المشتركه ما بين واي، تمام. بعد كده عندنا حاجه، خدنا الاتحاد والتقاطع، تعالى ناخد الفرق. لو قلت لك هات لي اكس فرق واي، اكس فرق واي، تمام. اكس فرق واي يعني ايه؟ يعني العناصر الموجوده في اكس والغير موجوده في واي. يعني اكس فرق واي العناصر الموجوده في اكس والغير موجوده في واي. ايه هي العناصر اللي موجوده في اكس ومش الموجوده في واي؟ هنا الواحد موجود في اكس ومش موجود في الواي، والاثنين كذلك، بس الثلاثه والاربعه موجودين، يبقى خلاص. يبقى انا عندي كام؟ الواحد والاثنين، تمام. طب تعالى هات لي واي فرق اكس. يعني ايه؟ يعني العناصر اللي موجوده في واي واللي مش موجوده في اكس. الثلاثه موجوده في الاكس والاربعه بس الخمسه والسته مش موجودين، يبقى ساعتها الخمسه والسته، تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها المجموعه الشامله. المجموعه الشامله دي ونرمز لها بتبقى بالرمز يو. المجموعه الشامله المقصود بها ايه؟ ان هي تشمل كل الارقام، بمعنى تشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة. ده المقصود بالمجموعة الشاملة. فأجي والله أقول لك هات لي إكس المكملة. أجي أقول لك مثلا واي فرق
اكس المكمله او اكس شرط. هي اصلا ايه اكس المكمله ديت؟ قال لي هي مجموعه العناصر الموجوده في اليو وغير موجوده في الاكس. يعني ايه مجموعه العناصر الموجوده في اليو وغير الموجوده في الاكس؟ يعني ايه العناصر اللي موجوده في اليو ومش موجوده في الاكس؟ والله الموجود في اليو وفي الاكس الاثنين موجودين فيهم 1 2 3 4 موجودين. طب ايه اللي موجود في اليو مش الموجود في الاكس؟ الخمسه والست. يبقى لما اجي اقول لك واي فرق اكس المكمله، يعني العناصر الموجوده في اليو، معلش العناصر الموجوده في اليو مش موجوده في الاكس. الموجود في اليو كام؟ الخمسه والست. تمام. ناخد مثال كمان، بيقول لك اذا كانت اكس بتساوي الفتره ديت اللي هي من سالب 3 و3، وواي من سالب 1 لحد الخمسة. طبعا هنا الفترات مغلقة وهنا السالب 1 الفترة مغلقة والخمسة الفترة مفتوحة. بقول لك فأوجد مستعينا بخط الأعداد اكس اتحاد الواي والواي فرق الاكس والاكس المكمل. تمام. تعال ناخد أول حاجة هو الاكس اتحاد الواي. هو قال لك مستعين بخط الأعداد، فهنعمل خط الأعداد بتاعنا بالمنظر ده. تمام. وهنرسم اكس وواي زي خط الأعداد. هنخلي مثلا فوق الاكس وتحت الواي. يعني ايه؟ يعني مثلا هو عندنا الاكس من سالب 3 ل 3. تمام. والله اول حاجه هنظبط خط الاعداد بتاعنا. ادي صفر 1 2 3، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 زي الفل. انا كده ظبطت خط الاعداد بتاعي. ابدا بقى اشتغل. اول حاجه نمسك مثلا الاكس، فبيقول لي والله ان الاكس من سالب 3 لحد الثلاثه. ماشي، اعمل دايره عند السالب 3 ودائره عند الثلاثه. والله هنا الفترات مغلقه، فبالتالي انا هظلل السالب 3 وهظلل الثلاثه زي الفل. وادي الخط بتاعي اهو. تمام. تعال نشتغل على اللي بعده. اللي بعده كام؟ الواي. الواي من سالب 1 لحد الخمسة. تمام. سالب 1 اهو. هنعمل دايره هنا اهو، دايره بتاعت سالب 1. تمام. لحد الكام؟ قال لي لحد الخمسة. نكمل خط الاعداد بتاعنا ونكمله لحد كام؟ الخمسة. يبقى هنا 4 5 زي الفل. قال لي لحد 5، يبقى أنا ساعتها هعمل دايرة عند 5. تمام. هل الخمسة هظللها؟ ما اظللهاش. ليه؟ لأن الفترة مفتوحة. هعمل هنا دايرة. الواحد السالب 1 اظلله. ليه؟ لأن الفترة مغلقة. وأبدأ أعمل خط ما بينهم. يبقى أنا دلوقتي مثلت الواي على خط الأعداد والإكس على خط الأعداد. تمام. هو عايز إيه هنا أصلا؟ هو عايز يكتب له الفرق بين اكس او الاكس اتحاد واي. عايز المطلوب ده. تمام. تعال نجيب اكس اتحاد الواي بيساوي. احنا قلنا ايه اكس اتحاد الواي؟ يعني باخد كله المشترك هنا وهنا وما بكررش. فاكس اتحاد واي باخد كله، يعني باخد من اول هنا لحد هنا. باخد من اول هنا لحد هنا. ليه؟ ما قلت لك اكس اتحاد واي باخد كله، باخد اكس وباخد واي. تمام. تعالى بقى نكتبها بصوره الفتره. بقول لك اكس اتحاد واي يعني باخد اكس وواي. اكس هنا كام؟ سالب 3. الفتره مفتوحه ولا مغلقه؟ مغلقه عشان الدايره متظلله، فيبقى الفتره مغلقه وسالب 3. تمام. لحد كام الاكس؟ الفتره مغلقه ولا مفتوحه؟ مفتوحه. مفتوحه ليه؟ لان الدايره مش مظلله. يبقى انا كده جبت له اكس اتحاد واي. تمام زي الفل. تعالى ناخد تاني حاجه. هو عايز واي فرق اكس. تعالى نعمل خط الاحداث بتاعنا. تمام. خط الاعداد بتاعنا نبدا نظبطه. 0 1 2 3 4 5. تمام. وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3. فوق هنكتب الاكس. عندنا الاكس كام؟ الاكس بيقول لي من سالب 3 ل 3. من سالب 3 اعمل دايره هنا لحد الثلاثه. تمام. اظلل ولا لا؟ اشوف الفترات. الفتره مغلقه. تمام. يبقى اظلل اظلل. تمام. بعد كده خلصنا مين الاكس طبعا، وبقى اوصل ما بينهم. تمام.
بعد كده نروح على الواي. الواي بيقول لي من -1 لحد ال5، فاجي عند -1 واعمل دايره، تمام، واجي عند ال5 واعمل دايره زي الفل. الدايره بتاعت -1 اظللها ولا لا؟ ابص على الفتره، ده الفتره مغلقه يبقى فعلا تظل، حلو. 5 لا مفتوحه يبقى مش هتظلل، واوصل ما بين، تمام. تعال نشوف هو عايز مني ايه. بيقول لي انا عايز واي فرق اكس، وعايز الواي فرق الاكس، تمام. يعني ايه الواي فرق اكس؟ احنا قلنا الواي فرق اكس يعني العناصر اللي موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس. طبعا احنا عارفين ان اللي فوق دوت مين؟ الاكس. واللي تحت ده مين؟ الخط اللي تحت ده مين؟ ده هو الواي، تمام. فما اجي اقول لك العناصر اللي موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس، بص كده، مش الخط ده مظلل الحاجات اللي تحت، فمعناها ان -3 -2 -1 موجودين في الاكس، تمام. تعالى بص هنا، هنا دي مش متظلله، والمظلله في تحت في الواي، معناها ان الارقام ديت او العناصر دولت موجودين في الواي ومش موجودين في الاكس. عارف دي لو كانت مثلا متظلله قدام شويه كانت تبقى موجوده فوق وتحت، بمعنى هنا -1 موجود في الواي وموجود في الاكس، الصفر موجود في الواي وموجود في الاكس، وهكذا. طب هنا، هنا الثلاثه معانا عشان فتره مغلقه، فهنا الثلاثه معانا في الواي ومش موجوده في الاكس، والاربعه موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس، والخمسه موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس. يبقى الواي فرق اكس العناصر الموجوده في الواي ومش موجوده في الاكس، تمام. في الواي تحت يبقى معايا الثلاثه، ومين تاني؟ من 3 لحد ال5، يبقى انا معايا الثلاثه والكام؟ والخمسه، تمام. الخمسه فتره مفتوحه ولا مغلقه؟ فتره مفتوحه. طب والثلاثه فتره مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه. مفتوحه ليه؟ انا ما اعرفش مغلقه، لا، ما خلي بالك، انا قلت لك ايه؟ ان -1 فتره مغلقه، ولحد ال5 فتره مفتوحه، يعني من اول -1 هنا كانت الفتره مغلقه، وبعد كده لحد ال5 فتره مفتوحه، يعني الاثنين فتره مفتوحه، 3 فتره مفتوحه، الاربعه فتره مفتوحه، ال5 فتره مفتوحه. بعد كده معانا اخر حاجه هي الاكس المكمله. كده معانا اكس المكمله. اكس المكمله، تعالى اول حاجه نمثل على خط الاعداد، ادي خط الاعداد اهو، تمام. 0 1 2 3، هنا -1 -2 -3، تمام. مثل لي اكس على خط الاعداد، هو بيقول لي من كام؟ من -3 ل3، يبقى زي الفل. هنا دايره وهنا دايره، اظللهم لان الفتره مغلقه، بس همثل اكس بس عشان هو عايز اكس المكمله، تمام. انا مثلت اكس بس، هو عايز اكس المكمله. والله احنا قلنا هي اكس المكمله، يعني ايه هي اكس المكمله؟ قلنا اكس المكمله زي ما كنا خدناها في المثال بتاع لما كنت بذكرك بيه واديتك مجموعه واي، فقلت لك هي كل حاجه ما عدا اكس. فهنا اكس المكمله كل حاجه في مجموعه الاعداد الحقيقيه ما عدا اكس. فلما اجي اكتبها هقول مجموعه الاعداد الحقيقيه هي فرق الاكس، يعني كل حاجه ما عدا دول. اخد كل الارقام اللي هنا وكل الارقام اللي هنا ما عدا اكس اللي هي من -3 ل3. فلما اكتبها في فترات بكتبها ازاي؟ تمام. انا قلت لك كل حاجه هنا وكل حاجه هنا ما عدا -3 لحد 3، تمام. فمعناها من كل حاجه هنا يعني من سالب ما لا نهايه لحد ال3، لحد -3. من هنا بنشتغل على الجزء ده، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد -3. والله سالب ما لا نهايه احنا عارفين ان الفتره بتاعتها دايما مفتوحه لحد كام؟ الما لا نهايه. فبقول لك من هنا لحد الما لا نهايه برضه مفتوحه. انا عايز كله ما عدا الحاجات دي، عايز الارقام كلها هنا وكلها هنا ما عدا دول. اتحاد، عشان بقول لك انا عايز اللي هنا واللي هنا، فيبقى اتحاد مين؟ برضه الثلاثه لحد الما لا نهايه، لحد الما لا نهايه. طبعا الما لا نهايه فتره مفتوحه، والثلاثه فتره مفتوحه. يبقى هنا انا بقول لك اكس المكمله يعني عايز مجموعه الاعداد الحقيقيه فرق اكس، عايز كله ما عدا اكس. فمعناها انا عايز كله ما عدا اكس، يعني عايز اللي هنا وعايز اللي هنا، تمام.
معنى اللي انا عايز هنا يعني من اول سالب ما لا نهايه لحد السالب 3، وعايز اللي هنا اللي بعد الثلاثه، يعني عايز من الثلاثه لحد اللي بعد الثلاثه اللي هي الما لا نهايه. فده شكلها. وناخد مثال وبه نختم. بيقول لك اوجد ناتج الاتي. مديك الفتره المفتوحه سالب ما لا نهايه حد 2، فتره مغلقه تقاطع فترة المفتوحة سالب 3 ما لا نهاية والاثنين مفتوحين. تمام. دي كأنها كنت بقول لك زي ايه؟ اكس تقاطع الواي، بس مديك الاكس على هيئة فترة والواي على هيئة فترة، وعايز الناتج بتاع دي، يعني دي بتساوي كده. تمام. والله احنا عشان نحل لازم نمثل على خط الأعداد. تمام. نعمل خط الأعداد بتاعنا بالمنظر ده زي الفل، وابدأ اشتغل عليه. بيقول لي من سالب ما لا نهاية لحد الواي، يعني من هنا وانا ماشي كده لاني بدأت من سالب ما لا نهاية. تمام. فبيقول لي من سالب ما لا نهاية لحد الاثنين، ومثلا نخلي مثلا هنا وليكن الاثنين. تمام. وهنا سالب ما لا نهاية. بيقول لي من سالب ما لا نهاية لاثنين، ادي دايرة عند الاثنين. اظلل ولا لا؟ اظلل. ليه؟ لان الفترة مغلقة. تمام زي الفل. وادي الخط بتاعنا. يبقى انا كده عملت كأني عملت الاكس او عملت الفترة الاولى دي. تمام. تعالى نعمل الفترة دي. بيقول لي هنا بقى من بيقول لي من سالب 3 والفترة مفتوحة لحد ما لا نهاية. تمام. وليكن هنا مثلا السالب 3 زي الفل، واعمل دايرة اهو لحد ما لا نهاية، يعني انا ماشي كده. ما احنا عارفين ان هنا سالب ما لا نهاية وهنا الما لا نهاية، فبقول لي هنا من سالب 3 لحد ما لا نهاية، يعني من اول هنا وامشي كده لحد ما لا نهاية. تمام. هل اظلل السالب 3؟ لا، ما اظللهاش. ليه؟ لان الفترة هنا مفتوحة، لو مغلقة هظلل. تمام. بعد كده اشوف هو عايز ايه. انا خلاص رسمت على خط الاعداد، ابدا اشتغل. والله هو بيقول لي انا عايز الفتره اللي هي من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين فتره مغلقه تقاطع من سالب 3 لما لا نهايه والفتره مفتوحه، دي بتساوي كام. تمام. تعال نشوف دي على خط الاعداد اتحاد. دي على خط الاعداد يدينا ايه؟ والله بيقول لك من سالب ما لا نهايه لاثنين، يعني من سالب ما لا نهايه لاثنين تقاطع من سالب 3 لما لا نهاية، مش الاثنين لحد ما لا نهاية. خلي بالك هنا من سالب الثلاثة لحد الما لا نهاية. تمام. يعني ايه تقاطع؟ احنا قلنا تقاطع يعني العناصر المشتركة بين دي ودي. ايه هي العناصر المشتركة بين هنا وهنا؟ والله خلي بالك، بص كده، انت عندك هنا السالب 3 اللي هي موجودة في الواي مشتركة في الاكس. ما انا قلت لك من سالب ما لا نهاية لحد الاثنين، يعني سالب ما لا نهاية، سالب 3 معانا واثنين معانا والصفر والواحد لحد الاثنين. فيعتبر السالب 3 اللي هي في الواي مشتركة فين؟ في الاكس. يبقى انا معايا اول حاجة سالب 3 لانها مشتركة في الواي ومشتركة في الاكس. تمام. وقال لك ايه تاني؟ ومن سالب 3 لحد الما لا نهاية، يعني من سالب 3 دي لحد الما لا نهاية. ايه المشترك معايا؟ الاتنين برضو. ليه؟ لان السالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 الى ما لا نهاية، فبالتالي انا برضو معايا الاتنين مشتركة. طب الفترات مفتوحة ولا مغلقة؟ لا طبعا ايه، مفتوحة. وبكده هيكون الفيديو انتهى. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو في اي حاجة اكتبها في التعليق، ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم. والسلام عليكم ورحمة الله.